الناس اللي لسه بتشتري الطعمية جاهزة لحد النهاردة تجمع كده في الفيديو ده، علشان بعد الفيديو ده هتبطلي تشتريها نهائي. هتعمليها في البيت بكل سهولة حتى لو لسه مبتدئة، هتطلع معاكي مقرمشة من بره وهشة وطرية جدا من جوه. تابعي معايا الفيديو للآخر، ان شاء الله هيفيدك كتير. هنبدأ بسم الله وهنشوف مقاديرنا اللي في منتهى البساطة. اول حاجة معايا هيكون نص كيلو من الفول المدشوش ونقعته يوم كامل. يعني لما نقعته الصبح مثلا بالليل رحت نزلت المية منه وشطفته وحطيت له مية بالشكل اللي انتوا شايفينه دي تاني، وسبته بقى في التلاجة لتاني يوم. تاني يوم بقى ابتديت اشتغل فيه على طول. طبعا نزلت المية منه تاني وشطفته تاني. والخضرة هتكون معايا حزمة شبت، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة، وحزمة كمان كرات. حزمة الكرات لو كبيرة هناخد نصها. طبعا البقدونس والكزبرة والشبت حزم في السوق الايام دي صغيرة جدا، فيدوب حزمة حزمة حزمة. عندي كمان بصلاية وسط ومعلقة صغيرة مليانة كده من التوم المفروم. نيجي بقى للبهارات اللي لا غنى عنها في الطعمية. اول حاجة معلقة ملح حطيتها كده مليانة صغيرة مليانة كده، ومعلقة كزبرة كبيرة مليانة قوي يعني. الكمون رشة صغيرة، ربع معلقة صغيرة قوي كمون علشان ما يغمقش معايا الطعمية. والفلفل الاسود نص معلقة صغيرة. والسر الرهيب اللي لازم تضيفيه على الطعمية هو الشمر بنطحنه عادي زي التوابل ما بنطحنها في المطحنة، وبناخد معلقتين صغيرين كده حلوين مليانين. وهنا الخضرة بتاعتنا بنبتدي ناخد بس الجزء اللي تحت منها فقط لا غير. ونيجي بقى على الكبة على طول، وهنبتدي ان احنا طبعا مش هنضربه كله مرة واحدة، حتى لو الكبة كبيرة هتضربيه على مرتين او 3. هنا هبتدي احط حسب الكبة بتاعتي ما تاخد. بحط بقى من كل حاجة عندي الفول وبعدين البصل ابتديت احط برضو الخضرة، قطعتها برضو كده اي حاجة بايديا، ما حطيتهاش زي ما هي بالشكل اللي انتوا شايفينه. حطيت من كل حاجة شوية 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 بالشكل ده. حتى برضو التوابل هنحط منها، وبعدين هنضرب بالشكل ده. لما تيجوا تضربوا ما تضغطوش مرة واحدة كده تضربوا، لأ تضغطوا وتسيبوا، تضغطوا وتسيبوا لحد ما يتضرب معانا تماما. وهتفتحوا وتنزلوا بالاسباتيولا كده لتحت عند السكينة علشان يتضرب معايا كله بالكامل بالشكل اللي انتوا شايفينه موضح لكم ده، لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. هنا هديله ضربة كمان وكده خلاص مش هنضربه تاني، وهو ده القوام اللي احنا محتاجينه وعايزينه. ملحوظة مهمة، لو عايزين الطعمية تبقى فاتحة زي اللي بنشتريها كده من بره فاتحة قوي، فانتوا الخضرة هتقللوها، هتحطوا من كل حزمة منهم نص حزمة من كل حاجة. طبعا هنا بعد ما خلصت الكمية كلها قلبتهم مع بعض كويس قوي كلهم عشان كله يمتزج مع بعضه. وطبعا بقى هتفرزي في الفريزر مفيش اي مشكلة. هوريكم بقى عند التحمير احنا بنعمل ايه. في حاجة مهمة لازم نعملها، رشة صغيرة قوي من بيكنج باودر، وكمان حطيت لها حوالي معلقتين كبار من المية. ليه بنحط معلقة من المية او معلقتين كبار من المية؟ علشان الطعمية ما تكونش مكتومة معانا وتنفش وتبقى هشة معانا من جوه. وكمان البيكنج باودر نفس الكلام. بنبل ايدينا بالميه، طبق كده جنبي فيه ميه وببل ايدي كويس، وبعدين بنشكل الطعميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. لو ما بلناش ايدينا الطعميه مش هتتشكل معانا نهائي. وطبق تاني فيه سمسم، حابه تحطي مع السمسم كزبره ناشفه مفيش مشكله. وبعدين بنحط السمسم على الوش بكل سهوله، بنحمرها في الزيت بمنتهى البساطه والسهوله، وهتطلع معاكم احلى طعميه ممكن تدوقوها في حياتكم، احلى طبعا من اللي بتشتروها مليون مره. شايفين بقى الهشاشة عاملة ازاي من جوه، وواضحة جدا ان هي مقرمشة من بره ومن جوه هشة جدا. منتهى الجمال والبساطة. امشوا بالخطوات اللي قلتلكوا عليها بالظبط علشان تطلعوا طعمية ناجحة جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.